الأخير. دائما معارك الهوية تعاد إلى الواجهة بمناسبة أو بدون مناسبة، أحيانا ترتبط بتصريحات عدد من المثقفين والروائيين، وأحيانا أخرى تثيرها جهات مرتبطة بالسلطة أو مرتبطة بالنخب المثقفة. هذا الموضوع كما قلت أعاد النقاش مجددا حول الهوية، وهو موضوعنا في هذا المساء. يشارك في النقاش الأستاذ ناصر باعوش الناشط السياسي، وأيضا الأستاذ رابح ظريف الشاعر والكاتب. ولكن اسمح لي بأن أبدأ البرنامج مع الأستاذ عثمان سعدي، وهو رئيس جمعية الدفاع عن اللغة العربية. مساء الخير دكتور عثمان سعدي، مرحبا بك في البرنامج. يعني مقالك الأخير قد يكون هو الذي أثار هذا النقاش، أو هذا سلط الضوء على تجربة كمال داود الروائية من خلال مواقفه الفكرية. المقال صدر في الشروق تحت عنوان كمال داود جزائري سخر قلمه لمحاربة الإسلام والعربية. البعض قال بأن في هذا العنوان والمضمون أيضا نوع من التحامل، كيف تعلق؟ أوردت مقالته ووردت الجرائد والصحافة اللي كتب فيها وتواريخ النشر. ما تحامل، لا يوجد تحامل في هذا الموضوع أبدا. الموضوع هو الهوية. لا توجد هوية بلا لغة. مفتاح أي هوية بالعالم هو اللغة. مفتاح الهوية الجزائرية هي اللغة العربية، ومفتاح الهوية الفرنسية هو اللغة الفرنسية، ومفتاح الإنجليزية هو اللغة الإنجليزية. إذا بلا لغة لا توجد هوية. الجزائر عرفت نوعين من الحركية: حركية العضلات وحركية الفكر. حركية العضلات قبل 62، قبل 1962 كانوا خانوا وطنهم وكانوا جهلة أميون معذورون إلى حد ما. ولكن بعد الاستقلال عرفت الجزائر نوع آخر من الحركية، حركية الفكر. ناس متعلمين ويخونون وطنهم، لأن خيانة الهوية الجزائرية هو خيانة الوطن الجزائري. ميشيل فيشي المحامي الفرنسي المشهور رئيس جمعية مستعملي اللغة الفرنسية يقول la dénationalisation est à un pays ce que la dépénalisation est l'individu. ترجمتها إن اللاوطنية بالنسبة للوطن هي نفسها المسخ اللغة مسخ الشخصية بالنسبة للفرد. يضع مسخ الشخصية اللغوي بالنسبة للفرد في مستوى واحد مع الخيانة الوطنية العظمى. ممتاز. ولكن دكتور عثمان سعدي، بالعودة إلى كمال داود، يعني عندما البعض يكتب على لسان شخوص روايته بعض الأفكار، فهذا ليس بالضرورة أنه يتبناها، تحديدا حول مسائل لها علاقة بالدين أو اللغة أو الهوية عموما. فلماذا يقول البعض لماذا محاولة التفتيش بين صفحات رواية هي عمل إبداعي في نهاية الأمر للحكم على الرجل إيديولوجيا أو فكريا، وأحيانا إبعاده عن جزائريته أو خلعه حتى من دينه؟ بطبيعة الحال هو كتب نشر روايته في 1913 أكتوبر 2013 أكتوبر 2013. لم ينتبه لها أحدا لا في فرنسا ولا في الجزائر. ولكن عندما بدأ يكتب في صحف صهيونية فرنسية وفي مواقع صهيونية فرنسية مثل يعني تل أبيب، نوفو تل أبيب، انتبه ليه الصهاينة الفرنسويون ورفعوا روايته. أتفه رواية في تاريخ الروايات لأنه لم يبرز شيء في روايته، وإنما كتبها تحت معطف، تحت الكبوت، تحت البالطو نتاع ألبير كامي،
وبأسلوب تافه لا يرقى إلى الرواية ولا يرقى إلى أن يكون كاتب. حتى فرنسيته فرنسية ضعيفة ليست في مستوى، ولكن الفرنسيون يبحثون دائما الرواية عندما صدرت دكتور سعدي، الرواية عندما صدرت في أكتوبر 2013 ولم ينتبه إليها أحد، هل انتبهت إليها أنت في أكتوبر 2013 قرأتها، أم أنك يعني مؤخرا بسبب أن الرجل حصل على جوائز وتكريم في فرنسا عدت لتكتب عنه هذا المقال؟ عندما أثيرت عنها في 2014 قرأتها، وقرأت ما كتبه عن الإسلام وعن العربية وما ورد في الرواية عن الإسلام. فيه في الرواية تحقير للقرآن الكريم، وذكرتها في المقال. حقر القرآن الكريم، سماها لور كتاب، كتابهم، وتكلم عنها. وهذا هو الذي لفت انتباه إلى أعداء الإسلام ممتاز. ولكن وأعداء العربية. ممتاز. سؤال أخير حتى لا أطيل عليك وعلى ضيوفي. دكتور عثمان، تعرف بأن هذا المقال كان سببا في إثارة حملة ضد الرجل، من حيث ربما أنت أردت أو لم تشأ. هنالك حتى من الشيوخ الذين ينتسبون إلى تيارات سلفية كفروا الرجل وأهدروا دمه وبات الآن مهددا. ونقرأ اليوم في الفيسبوك حملة لدعم كمال داود يحملونك مسؤولية التشهير بالرجل ومحاولة وضعه على مقصلة المتطرفين دينيا كما يقولون. أنا لما ضحوا على معي مقصلة، أنا أوردت ما قاله والجرائد وبالأرقام وبالأيام التي كتبها. لم افتعل شيء أبدا، ووردت ما ذكره عن القرآن الكريم في روايته، وأردت أن أقول أن هذا الرجل تقرب من الصهيونيين حتى يعطونه جائزة. هذا هو. الفرنسيون يبحثون عن أشخاص ليثبتوا تأبيد بالباء، تأبيد هيمنة اللغة الفرنسية على الدولة الجزائرية ودول المغرب العربي بواسطة عناصر خونة عملاء هم مجرد ان الجيريان دو سيرفيس، هم جزائريون تاع خدمات الاستعمار الفرنسي الجديد. وما تعليقك على من كفر كمال داود وأهدر دمه؟ أنا لم أسمع هذا الكلام. يعني الجميع سمع بها اليوم. هنالك حملة لتكفير الرجل انطلاقا من التصريحات التي تم اجتزاؤها من الرواية والتي أنت سلطت الضوء عليها. شيء طبيعي لازم نسلط عليها الضوء. لا أنا الآن عن تداعيات مثل هذا الأمر. ألا يستحق هؤلاء الذين يكفرون ويهدرون الدم أيضا كلمة من طرفك؟ كمال داود قبل مقالي أشيد به في الشروق، وأشيد به في الخبر، وأشيد به في القدس العربي بلندن عن طريق كمال زايد، وهو صحفي نحترمه تماما. أشادوا به، وأنا أوضحت أحشاء الرواية، وهذه الأحشاء هي التي رشحته إلى جوائز، ويعطيت له جوائز لا لكفاءته الأدبية وإنما لعمالته للفرنكوفيلية ومش للفرنكوفونية. العمالة، ولكن العمالة يعني البعض قد يتهم بأن عثمان سعدي الآن يوزع صكوك اللغوية انطلاقا من موقف إيديولوجي ليس إلا. كيف إيديولوجي؟ موقف إيديولوجي بناء وهويته يعتبر إيديولوجي. الله أكبر. أنا أقول للفرنكوفونيين ما قاله جيلبير كونت، كاتب فرنسي معاصر عضو الأكاديمية الفرنسية عن اللغة، يقول toute ouverture au monde suppose d'abord une ferme et inébranlable confiance en soi. La langue, c'est la nationalité même, c'est la patrie vivante et vibrante en chacun d'entre nous. وترجم هذا القول. كل انفتاح يا أستاذ هم من فجروا الثورة. سمعت؟ الفرنكوفونيين هم من فجروا الثورة، اللي فجروا الثورة قراوا في المدارس الفرنسية وكانوا في الجيش الفرنسي وكانوا مثقفين في ذلك الوقت، لم يأتوا ولا من القاهرة ولا من السعودية. هذا باش تعرف، انك ما تلصقليش الوطنية في
الذين طلعوا على الفكر التنويري ماشي الغربي هم الذين فجروا الثوره، ماشي فكر الكتاتيب وفكر اللي جيت منه انت. 99% من شهداء الثوره الجزائريه فلاحون اميون. انا نحكي لك على مفكري الثوره. عن الثقافه الفرنسيه. صالح الحاج كان يدير دي كور دي سوار في لا سوربون الشيخ. يا سلام. ما كانش يديرها في الازهر. صالح الحاج كان وفي للغه العربيه وكان وفي للاسلام نحكيك على الفكر انه الناس هذو فكر التنويري تحصلوا عليه من لغه عالميه. طيب دقيقه ناصر. شكرا لك دكتور عثمان سعدي، ولو اني لم اخذ منك موقف حول التكفير او تصريح حوله. المهم انت سوف تكون ان شاء الله ضيفي في الايام المقبله، اتشرف بان تكون ضيفي. اتمنى من الاستاذ كمال داود ان يكون ضيفي في الايام المقبله ليأخذ فرصته للحديث عن هذه الروايه، مثل ما كان الياس سالم ايضا كنت اود ان يكون ضيفي في نقاش مماثل. عموما أجدد الترحيب بناصر بعوشة الناشط السياسي ورابح ظريف الشاعر. تريد أن توضح الآن، تفضل، حول بعض النقاط التي أوردها عثمان سعدي. شكرا عيش. هو ما دار والو، هو دام من الرواية أشياء أو من فكره ومقالاته وجمعها وقال بأنه شوفوا السيد واش راهو يقول على اللغة، على الدين، على الهوية، انتبهوا. هذا صراحة لما أقرأ بعد الرواية أنه مازال ما تحصلش عليها، ما لحقتش بها في السيله، كان هنا كان تباع في معرض الولي. ده شخصيه في الروايه، ده مش كمال داود، شخصيه في الروايه. كم هناك من شخصيات يعني عندها افكار ده روايه. هل نحاسب على شخصيه خياليه في روايه؟ لا، ولكن هنالك بعض الكتاب الذين حتى في عملهم الإبداعي يركزون على شخصيات معينة وينتصرون لها وفقا لخلفيات إيديولوجية. مثلا شخصية ملحد، شخصية واحد يعني لا يعترف باللغة العربية كهوية وكانتماء، ويعطيه مساحة أكبر ويتم التركيز عليه ثم يتبع بالحصول على جوائز. هنا خلينا نطرحوا علامات استفهام. هذا فكر، هذا فكر، وهذا كاتب فنان. لو تحط القيود الفنان والشاعر معنا هنا، تحط له قيود ما يخدمش. ممتاز. ناخذ راي رابح ظريف ايضا، تفضل. لماذا هذه القيود التي تنطلق ايضا من خلفيات ايديولوجيه، والرجل الان يحاسب على عمله الابداعي اكثر ربما من فكره؟ تفضل. اولا اوضح فقط الاستاذ ناصر بعوش ان هذه الروايه ليست روايه بمعناها الادبي كما سمعت. وصلني ان هذه الروايه هي مجموعة مقالات التي كان يوقعها باسمه في اليومية التي كان يشتغل بها، ثم جمعها في رواية. أي أن الشخصية التي تتحدث عنها أنها شخصية خيالية هي شخصية كمال داود، وأكدها مؤخرا في حواره الأخير في القناة الفرنسية. نفس المواقف تاع البطل، اسمح لي، نفس مواقف الشخصية الخيالية اللي تكلمت عليها هي نفسها شخصية كمال داود. أشير فقط سقاد، اسمح لي أرجع إلى الموضوع. تفضل. هذا في الجزائر للأسف الشديد نحن لا نملك علمانيين حقيقيين ولا إسلاميين حقيقيين. ما وصلنا هو إسلاميون مغشوشون وعلمانيون مغشوشون. العلمانية في أوروبا استطاعت أن تصل بالمواطن الأوروبي إلى أقصى درجات الإنسانية والتطور والتقدم التكنولوجي، بينما العلمانيون في الجزائر لا يفعلون سوى تصيد أخطاء الإسلاميين ومحاربتها والحديث عنها، أي أنهم ظاهرة صوتية وفقط. أيضا الإسلاميون نفس الشيء، عندنا تدين مغشوش ولا تدين مغشوش. التدين الحقيقي لا يتناقض أبدا مع العلمانية، والعلمانية لا تتناقض مع حرية الناس في اعتناق ما يشاءون من ديانات. وبالتالي فبالنسبة لي هذا الذي أهدر دم كمال داود وكمال داود كلاهما في نفس المسافة، وكلاهما متطرف، وكلاهما لا هذا حكم قاسي. كمال داود هو مبدع، والآخر يعني يستعمل فتوى بالقتل. نفس الشيء. لما إذا كان بالنسبة لي الفتوى بالقتل هذا حمداش، بالنسبة لي فقد عقله. يعني لماذا؟ معليش، هو ليس معي الآن حتى يعني الطرف الذي أطلق هذه الفتوى. هذه الفتوى يعني في الحقيقة لو كانت هناك دولة تحترم نفسها تعاملت مع الأمر بحزم وبشدة، لأنه أولا الإسلام أعطى لأي شخص ولا لأي عالم أو فقيه حرية أن يكفر أو يدخل. هذه كانت في العصر الكنيسة سابقا صكوك الغفران يعني.
والكنيسة التي أعدمت غاليليو الذي قال بأن الأرض كروية الشكل. صحيح. وبالتالي هذه الوجوه التي نراها اليوم من أمثال هذا الذي أفتى بقتل كمال داود هي يعني ترجعنا 500 سنة. لماذا تضعه في نفس الميزان مع كمال داود؟ لماذا؟ نعم لأنه كمال داود ذهب إلى فرنسا، أكبر قوة، أكبر دولة أجرمت في حق الإنسانية طيلة قرنين، ليقول أن الجزائر مستعمرة من قبل العرب. فهو بشكل أو بآخر يدعو إلى تحرير الجزائر من العرب. مش عارف أنا، هذا كلامه وهذا رأيه. وبالتالي مستعمرة معناتها هي تحرر يعني، ويحارب ويدعو أيضا عربية. اسمح لي شوف، العربية ليست استعمار. نكمل الفكرة تاعي رجاء. العربية ليست استعمار. رابح باش يكون حوار تفاعلي، ولكن ندوها نقطة نقطة. تفضل. معليش أنا نأكد له سي رابح أنه الرواية هذه ميرسو كونتر كات، لانه كان في روايه من قبل تاع البير كامو ليترونجي، دونك هو كانت رائعه ادبيه، هو بنى عليها. فجا 50 سنه من بعد عاد بنى عليها. هذا ما كان يعني تسلق عليها. حتى معليش هذه روايه كمال داود يعني قرينا عليها في الصحافه يعني المحليه ولا في الخارج، وكان دارت ضجه هنا في المعرض الدولي. يعني رائعه ادبيه نجمه تاع كاتب ياسين. يعني مفخره لنا، نطيحوا عليه هكذا سيدي، يعني فنان ومبدع. نقيم هذا التقييم. من اعطاه التقييم؟ سامحني، المثقفين فرنسا. لا نقرا الوطن، نقرا له الصور، نقرا له الشروق، نقرا الناس كتبت سبحان الله. فطبعا العربيه ليست هويتنا، هي من ابعاد هويتنا، لانه نحن لسنا بعرب، نحن امازيغ، ومازال ما نقولوش اقليات، مازال مناطق تتكلم بالامازيغيه. سبحان الله. وما نحكيوش الى الجزائر، شمال افريقيا، باش ما نقولش المغرب العربي، لانه هذا يعني. ولكن وش تعتبرها العربيه؟ كمال داود يقول هي ثقافه وموروث وليست جنسيه. طبعا هل السنغالي فرنسي؟ لانه يتكلم بالفرنسيه. هل السنغالي فرنسي؟ لا، فرانكوفون. رابع تستطيع ان طبعا اولا يجب ان نفرق بين العربيه كجنس والعربيه كلغه. واعتقد ان العربيه كلغه يعني جزء قوي من الهويه التي تمثل يعني الشعب الجزائري والدوله الجزائريه الضاربه في القدم والتاريخ، ان هناك من اجناس من غير العرب هم من احتضنوا اللغه العربيه ودافعوا عنها وتكلموا بها واحبوها. يعني من غير العرب السكان الاصليين الموجودين هنا في الجزائر، الامازيغ في غردايه، في الشاويه، في التوارد، كلهم تكلموا بلغه عربيه واحبوها. وبالتالي يجب التفريق بين العرب كجنس والعربيه كلغه. والان هناك محاوله للربط بين اللغه العربيه والعرب كجنس، وبالتالي يجب ان نفرق بينهما كقوميه عربيه. وبالتالي اسمح لي فقط اكمل الفكره تاعي. والدفاع عن اللغه العربيه لا يعني ابدا معاداه اللغات الاخرى، بل هو نوع من انواع الحمايه لخصوصيتنا كجزائريين. اعتقد انه امر اخر ايضا الحديث عن اللغه العربيه ومحاوله تطوير اللغه العربيه واستعمالاتها في الجزائر هو يعني مش فقط موجه الى من لا يتكلمون العربيه، حتى من يتكلمون العربيه يجرمون في حق اللغه العربيه. صح. الامر الاخر يعني اعتقد في رايي الشخصي هو انه الصراع الان الذي أصبح موجود بين الثقافة العربية والثقافة الفرنسية ليس صراعا لغويا فقط، إنما صراعا أيديولوجيا. الثقافة اللغة الفرنسية بما تحمله بمحركات سياسية، بمحركات سياسية يعني السلطة ربما ارتكب هل يمكن تطوير اللغة العربية؟ يقول لك هذه اللغة من المفترض أن يتم تطويرها أو جاري كذا تطويرها وتستعمل ليس فقط كثقافة وموروث، وإنما هي هوية وانتماء في نهاية المطاف، ويمكن السير معها نحو التقدم. سي قد نعاود نأكدوا حاجة، ونعاود نجبد الكاتب الكبير كاتب ياسين لما قال لو كنا عرب لماذا تعربونا؟ لو سي نو سوم دي عرب بوركوا نو زارابيزي؟ سي نو سوم با دي عرب بوركوا نو زارابيزي؟ لو كنا عرب لماذا تعربونا؟ لو لسنا عرب لماذا تعربونا؟ مازال ما عرفناش شكون احنا.
من عرب الاسلام هو اللي عرب يعني. لا. فكره فقط بس نقول لك فكره، الإسلام. ما كانش واحد فرض العربيه في الجزائر بالقوه ابدا. الاسلام ورغبه المواطن الجزائري في شمال افريقيا في فهم لغه الاسلام، في فهم القران، هو الدافع القوي الذي جعله. الفرس لم تعرب لانه كاين حاجه قوه الحضاره. الفرس الاول من اقدم الحضارات، لانه كاين عداء تاريخي. لا كاين عداء تاريخي الى الان بين العرب والفرس. كاين عداء تاريخي. ما هم مسلمين يا اخي، يعني 100% منهم من القرن الاول. المشكل هو الاسلام ما فيش نقاش يعني. لم يعربوا الاتراك، لم يعربوا تاع البوسنه والهرسك، لم يعربوا تاع نيجيريا وتشاد والسودان واثيوبيا. بالضبط. لماذا؟ لانه هناك رغبه في الجزائر لتعلم العربيه، ولا توجد هناك رغبه في الفرس لتعلم العربيه. اسمح لي سكسيسيون. احنا عندنا 2000 سنه استعمار، 2000 سنه استعمار، من الفينيقيين، الرومان، الوندال، كذا، العرب، الاتراك. العرب استعمار؟ لا. اسمح لي فقط، اسمح لي. جيب لي رساله، جيب لي رساله على جيب الجيش. نعم، جيب لي رساله على جيب الجيش. طيب هنا ترد طبعا في هذه رساله سماويه. رساله وليست جيش وفتوح. هو يقصد الفتوحات، مع اننا هزينا بعد الفتوحات الاسلاميه هذه، مع اننا حملناها بعدين وفتحنا الاندلس. الجيش الامازيغي بقياده طارق كان منشد هناك قناعه، كانت هناك قناعه. دخلوا في الاسلام يا اخي. هذا الموضوع، شوف، هذا اذا الامر عنده 1000 سنوات، عفوا 100 سنوات يعني، وصول العرب الفاتحين انا لا الى اجد شمال نفسي افريقيا. في شعر الشنفره يا اخي، اجد نفسي في شعرك. قريته البارح. انت جزائري نحسها. شعر الشنفره بعيد عليا، شعر شكون البرغوثي بعيد عليا، لكنه انساني ثقافه. لا ثقافه هنا نحسك. طيب ولكن رباح ظريف يكتب شعرا باللغه العربيه الفصحى. بالك اقصى من الشنفره في بعض الاحيان. واسلوبه كنت جاب لك قصه يذكرك في جزائري. تشوف فيها عبد القادر الخالدي، تشوف تحس بالثقافه الجزائريه، ثقافه شمال افريقيا. طيب هذا الخلاف تاع الدين واللغه والانتماء والوطن، ويقول لك انا جزائري، املك جواز سفر جزائري، ولا اعرف انتماء اخر تحديدا عندما يقول عربي. هل هذه المعارك حقيقيه ام انها هامشيه يراد لها ان تكون في المحور؟ لا حقيقيه. ديفو ديبا هذه ولا حقيقيه؟ لا حقيقيه. وما زال المشكل يعني منذ 50 سنه حتى يعني في تعرف علاه انا نقول لك حقيقيه؟ ولكن لانه قبل ايام اثير نقاش حول فيلم سينمائي، اليوم يثار نقاش حول روايه، ولكن كل الجزائريين اذا عملنا استبيان للراي نجد انه 3% او 5% على علم شاهدوا هذا الفيلم او قرأوا هذه الروايه. لا يوجد النخبة تصدر خلافات إيديولوجية ضيقة إلى الرأي العام. الرأي العام يفكر في أشياء كثيرة. تحدث عن معركة التعليم التي نعاني منها بسبب تكريس الجهل، ولكن ليس بسبب التصيد في مشكلة اللغة العربية. يوديك غشاوي يقرأ عربية. الآن نعاني مشكلة أن اللغة العربية يتم اغتيالها وإجهاضها بسبب هذه الأفكار التي يوزعها كمال داود في فرنسا وغيره، وأيضا بسبب نشر هذا الفكر الإيديولوجي الذي لا صدى شعبي له، ما عندوش صدى شعبي. تفضل. عندنا روائيين بالعربية لم يعترف بهم في المشرق، وشحال ما لم يعني قمة لمن طار والطار. لا لأنه كاين اعتبارات أخرى ما عندهاش علاقة باللغة. نحن لسنا عرب، لسنا عرب، ومادام مازال لم نعترف من نحن وأين نريد أن نذهب، نبقى المدرسه، نبقى لانكويرونس في لا فاسون دو بونسي. امر اخطر من هذا. سامحني اللغه مهمه، اللغه اساس الحضاره هي اللغه. الدليل على ذلك الامم ولغتنا العربيه هي الحضاره. سامحني، لا هذه اكيد. الامم التي كتبت هي اللي اسست حضارات. البابليين، الصينيه، اليابانيه، اليونانيه، الفرعونيه، اللي بداوا يكتبوا داروا حضاره. العرب مع كتابه القران وكذا، عند الازتك لانها وسيله ترانسفير دو سافوار، نقل معرفه. تفضل ربح ظريف، تفضل. ايضا في الجانب الاخر انت قلت بان لا تدافع عن العربيه باعتبارها سلاح قومي او باعتبارها يعني هويه قوميه، ولكن ايضا في الجانب الثاني هنالك استعمال
مسيء للغة العربية من طرف المتكلمين بالعربية في تصفية خصومهم الإيديولوجيين، وهم يقفون على وقائع تاريخية. ويقول لك نعت لي الكاتب العربي قبل ما نحاسب كمال داود على الاحتفاء به في فرنسا وهو قادر على أن يكتب بالعربية، قال أنا لا أكتب لأنه لا يوجد سوق، لا يوجد قارئ باللغة العربية، ولا يوجد اهتمام من طرف عواصم عربية بما أكتب. هذه اولا انا رد فقط على الاستاذ لما قال انه التعليم في الجزائر بسبب العربيه، هكذا بسبب اللغه العربيه. نكسة. نعطيه السؤال فقط، قطاع الصحه في الجزائر باي لغه؟ فرنسية. هل هو ناجح؟ لانه حتى الترمينال تقراهم بالعربيه. بعد كل الاطباء اللي راهم موجودين يتمكنون من اللغه الفرنسيه ويتقنونها جيدا. هل قطاع الصحه نجح الامر؟ اعتقد انه ما عندوش علاقه باللغه. حتى الترمينال هو معرض، والدليل من بعد يضعف لانه في الجامعات عاود تنبوزي له نوفال لونغ. هذه فكره سي ناصر، الفكره هذه باش استقاده، الفكره ليست جديده، انها فكره قديمه جدا. وعلى فكره كمال داود هو لا ياتي بالجديد، كلامه ايضا عنده 14 قرن وهو يتقال نفس الافكار، نفس الفكره، نفس تدنيس المقدس وتقديس المدنس من اجل الوصول والاسترزاق والوصول. يقول لك اللغه العربيه لم تخرج من رحمه المقدس، يعني ما زالت تستعمل. اللغه العربيه هي لغه قرآن كريم، ولكن جميع من لديه فكر عن هذه اللغه العربيه باعتبارها لغة تعبر عن استعمار يقول لك بأنه دائما يطعن في دينه ويقال له أنت تطعن في لغة القرآن الكريم. مسيحيون عرب ويتكلمون عربية يعني ويقرؤون الإنجيل بلغة عربية، والمشكلة يعني القضية ما عندهاش علاقة بالإنجيل ولا بالقرآن، وإنما القضية بدأت في نهاية القرن ال19 الماضي، ومحاولة الغرب خصوصا أمريكا بدأت هذه المحاولات في مصر من أجل إبعاد اللغة العربية الفصحى عن التعليم وعن المدارس وتبديلها بالعامية. هذا من أجل يعني إبعاد المواطن العربي والمسلم عن تراثه العربي الكبير من علوم ومعارف وفلسفة وكيمياء ودراسات وأدب، والأهم اسمح لي نكمل القرآن الكريم. ثم استمرت هذه العملية إلى حتى لدرجة أنه كاين واحد كتب الإنجيل بالحروف الفرنسية في مصر في نهاية القرن ال19. الإنجيل كتبه بحروف فرنسية يعني كما نستعملها الآن في الفيسبوك وإلى غير ذلك. أيضا المحاولات استمرت يعني حتى باش يعرف المشاهد الكريم أن هذا الأمر ليس جديدا وإنما هو امتداد، وللأسف تم استعمال أبناء الجزائر من مثقفين واعلاميين في هذا المخطط. من طرف من؟ من طرف طبعا المنظمه الفرنكفونيه ولا يعني الاستعمار القديم، لانه في النهايه هم يشوفون بلي مستعمرات سابقه، هكذا يشوفوا في الامر يعني ما يشوفوناش كاينوا ناس. خليني نكمل عندك في الاستقلال خليني نكمل. لا عندنا انت عندنا المستعمر فكره المستعمر الان كيف ليس لدينا عقده من المستعمر؟ لدينا عقده من المستعمر لان الاستقلال تعتبرونها غنيمه حرب. الاستقلال ناقص ان كومبلكس دو كولونيزي. تعتبرون ان اللغه العربيه هي احتلال بينما اللغه الفرنسيه هي غنيمه حرب؟ تتكلمون بالفرنسيه غنيمه حرب. لا اسمح لي، لكن الان هناك رفض لغه عربيه. لا هناك رفض تام. نكمل الفكره تاعي فقط فيما يخص المخطط. لا مهمه تاع العقده الكولونياليه هذه يقول لك تجاوزناها إذا كان بمنطق الاستقلال نحن مستقلين. الآن الأجيال الجديدة لديها القدرة على تعلم اللغة التي تشاء، وبالتالي لا علاقة لها إن ذهبت للغة الفرنسية بالمستعمر. أنا جايك للغة العقدة الكولونيالية جايك لها بالضبط. تماما. استمر الأمر إلى المفكرين العرب على غرار سعيد عقل الذي دعا أيضا إلى التخلي عن الحروف العربية واستبدالها بالحروف اللاتينية في فهم يعني في الكتابة يعني. الامر مستمر وطويل يعني باش ما يسمحش الوقت باش نفصل فيه باش نقولوا التاريخ، ولكن مهمه طريف مهمه فقط نقطه العقده الكولونياليه انا جاي لها طبعا. اسمح لي فقط. والمخطط الذي يستعمله ابناء الجزائر لهذا المخطط، لانه هذه هي محور مربط الفرس بالضبط. يعني. الان منذ 3 سنوات تم كتابه قرآن في امريكا واسموه الفرقان الامريكي بالحروف اللاتينيه. هذا من أجل شيء واحد اللي هو التالي: أنت عندك تراث عربي كبير جدا فيه القرآن وفيه الأدب وفيه التاريخ وفيه الكيمياء وفيه كل شيء. أنت لما يعزلوك عن هذه اللغة
تصل قطيعة كبيرة بينك وبين تراثك. وبالتالي تكون ضحية سهلة. اسمع، مش مؤامرة، هذه النية حقيقية. وش المؤامرة هذه؟ لا، أي استعمالها مؤامرة؟ دائما للقول بأن الجميع يفكر ضدك أو يتآمر عليك. طبعا أكيد، هذا أكيد. يعني التراث مكتوب بالعربية والناس ماش تقراه. التراث مكتوب بالعربية في عندوش على المقر ولا أجيال راهي تقرا فيه ولا هذا موضوع آخر، موضوع مقروء، موضوع آخر. ولكن على الأقل في قضية الاستعمار 1952 حوار تفاعلي. تفضل. التيوري تاع الصراع الحضاري جابها لك تاريخيا وبالتسلسل ويعني واقعيه. مشكله المسلمين، النهضه الفكريه ما صراتش. اون ساتوندي في الديبي دو سيكل باسي ما صراتش. والاندلس شكون دارها؟ على تفريني بعقرون الأندلس. نهضر في الفكريه حديثا، نهضر لك على فكر محمد عبده، نهضر لك على محمد أركون. لانه عاود الناس شجعوا الفكر الاخواني، الفكر السلفي، نرجعوا لكلش باش نتقدموا، نعاود نرجعوا للورا، نشوفوا واش كاين لورا. خلينا الامه سبقتنا وراحت. يعني كوريا الشماليه البارح هي ما كان والو، ما يكتبوش حتى لغتهم. شوفوا وين راهم الان. احنا لانه صح نقرنوا كل شيء بالعادات والتقاليد وكذا وكذا والدين اللي هو صح شيء مهم في الانكونسيون كوليكتيف. لذلك جات لا تيوري تاع الصراع الحضارات تاع هنتكتون سامويل هنتكتون. في صراع حضارات، درك مش غير العرب يتامروا عليك، في صراع بين الارثوذكس والبروتستان والمسلمين والشيعه طيب. ليست صوره تآمريه في راس ربح ظريف او غيره، ولكن هذه وقائع بناء على تحركات وفي الجزائر. انا نحب دائما نولي للجزائر. كاين حزب فرنسا الذي لا يريد لهذا البلد أن يتحرر لغويا ولا ثقافيا يعني ولا تنكر بأن البقروئية. تعرف الأزمة تاعهم الآن أن كل الجيل الحالي هو جيل معرب، يعتبرون هذه مشكلة أو أزمة، وبدلا من توجيه الأجيال إلى تعلم لغات تفيدها في العلم والتطور كالإنجليزية، دائما يحصروننا في الفرنسية. كي حكينا على حزب فرنسا، كاين واحد كان رئيس حكومة عبد الحميد ابراهيمي كان حزب فرنسا، والله اضحك الكتاب هذا يقراها واحد من جنرالات فرنسا، بس هذو ناس ملاح، بصح واحد الاخر هذا من حزب فرنسا. فهمونا الناس، يعني الناس اللي التحقوا في الثوره من بعد. لا اضحك لانه ما حبش يقول انه حزب فرنسا هو اضحك وليس له وجود. على الكتاب في الكتاب تاعو فكروا كل يعني خلال الكتاب كله يحكي على الاشخاص ودار ما دارش، لكن رفض يقول انه في صراع فكري. حتى طاهر وطار كان يتحدث عن حزب فرنسا في البلاد. صراع هو فكري. كان لديه مناصب مسؤوليه ويعرف تغلغل هذا الحزب في الاداره الجزائريه. ناس تقدميين ما حابين يقدموا البلاد هذه من 62 وريحوا في النظام، ولو انه ديكتاتوري علماني، ديكتاتور اكلاري تاع بومدين، ديكتاتوريه متنوره. انه سي بومدين كان علماني يا اخي، مش قالوا الاسره ما فاتش عليه، فات عليه قال لهم حطوه بعيد. هذا كان الناس هناك نستعمل اللغه مفكرين النظام كمصطفى الاشرف ورضا مالك هذه المعارك ترى بانها مستمره؟ كسؤال اخير ربح طريف، ترى بانها مستمره ام انها حالات معزوله لا يجب التركيز عليها كثيرا؟ طبعا وضح الاستاذ فقط ان هناك فرق بين اللغه الفرنسيه والادب الجزائري الفرنسي والادب الجزائري المكتوب بالفرنسيه. مالك حداد في 1900 بعد الاستقلال قال اللغه الفرنسيه منفاي، انه تاسف على اللغه العربيه لم يتعلمها. وقال ايضا في مره من المرات جاب ابنه الى اتحاد الكتاب الجزائريين 4 سنوات يتكلم اللغه العربيه بطلاقه، فقال فتعجب منه الكتاب كيف انت تتكلم اللغه الفرنسيه وابنك اللغه العربيه؟ قال هذا انتقامي من اللغه الفرنسيه. وبالتالي الموضوع الآن يعني كانوا يعتبرون اللغة العربية كأنهم عندما لم يتعلموها هؤلاء الكتاب أو الأدباء في ذلك الوقت اعتبروها خسارة كبيرة، كانوا ينتقمون لخسارتهم وبالتالي ولا يتبجحون بأنهم أبدا. والأمر في لما جات فرنسا ايديولوجي مش لغوي، هذا ايديولوجي، ولكن الشكل نتاعو لغوي الآن. هل اللغة تقف أمام الديمقراطية؟ هل اللغة تقف أمام الديمقراطية؟ أبدا. هل تطورت الشعوب الأخرى تتكلم بلغتها؟ إذا أبراه المشكل الآن لما وش معنى يقول لك أنا ما نتكلمش عربي؟ يحصروا الصراع الإيديولوجي القائم منذ الاستقلال، حصروه لغوي. لا
اللغه هي خزان الثقافه نتاعك. اذا كان ما تكلمش لغتك اكيد راح تتكلم لغه الاخر وتاخذ ثقافه الاخر. رجاء اسمح لي معرب لا معرب مش معربز معرب معربز هذا الرجال، لان هذه هي لغه هذه اللغه العاميه اللي قلت بداوا ينشروا فيها في العالم العربي. يقول لك ابعاد العربيه الفصحى واحلال محلها اللغه العاميه تمهيدا كمرحله اخيره، وهي انه لما يحاولوا يرجعوا لن يحاربهم لا دين ولا لغه. في 1830 اسمح لي فقط قادة، اسمح لي، في 1830 لم تحارب الجزائر فرنسا بالسلاح والرصاص لانها كانت اقل عده وعتاد. حاربتها اللغه العربيه والاسلام والوطن الجزائري والوطنيه. اذا تمكنت فرنسا الاتراك خلونا في القرون الوسطى، خلي اتراك جانبا، 4 قرون هما غالقين علينا، خلونا اجهل الجاهلين. الاتراك خليهم جانبا، مش موضوعنا الاتراك. لا نتكلموا احنا الان الاستعمار غلق عليا وخلينا متخلفين. جات فرنسا قد عايشين نقلت كل الحداثه والتطور والتنوير فرنسا اكيد. هو خلى اسطنبول مفتوحه على العالم، قدمها وانا قال لي انا وخليفه. الامور واضحه اذا عليا ما خلانيش حتى الامور واضحه، وهي انه بالنسبه لكم فرنسا ماهيش استعمار. الاستعمار الوحيد هو العرب الفاتحين والاتراك. العربيه إرث تاريخي لنا، نوتر ايدونتيتي بيان سور، كالامازيغيه بكل لهجتها. ما تنساش شمال افريقيا 6 ملايين كيلومتر مربع يا اخي. عبالك واش مقابلنا الايطاليه اللي هي اصلها اللاتينيه، الايطاليه فرنسيه اسبانيه، وحنا هنا حنا الامازيغيه لانه اين هي الامازيغيه؟ اين هي الامازيغيه؟ كاينه من فرنسا اخترقت الصراع بين العربيه والامازيغيه لتنتصر اللغه الفرنسيه. والدليل الان عندنا شيء في وزير التربيه تاعنا تقول جمله عربيه واحده تقعد ربع ساعه وهي تعاود فيها، وكيف تطالب الاجيال المقبله انها تتكلم اللغه العربيه؟ هذا شيء مستحيل. شوف انا من قبيله اللي خلات اقدم كتاب بربري مكتوب بالامازيغيه اللي كان بالحروف العربيه، لو مانuscrit دي زواغا. ما تنساش طومبوكتو اللي كانت من اكبر المكتبات في العالم الاسلامي عند توارق، ما كتبوا حتى حاجه بالترقيه، كل شيء بالعربيه باش يقول لك حفاظا عليها، لغه مقدسه، لغه القران. شكرا لك. نحن لا نحافظ على هذه اللغه ولم يكتبوا تاريخهم طبعا. طيب يعطيكم الصحة، هذا ما سمح به الوقت. نصر بعوش الناشط السياسي، ربح الظريف الشاعر والكاتب. شكرا لكما مشاهدينا، السلام عليكم.